السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين. بقينا في شهر شعبان، فاضل قد ايه على رمضان؟ 24 يوم. 24 يوم. مين اللي بيسجل بقى النهاردة؟ محمد بقى وإياد بيسجلوا معانا النهاردة. هنعمل وصفة حلوة أوي هتعجبكم. حطوا بقى لايكات كتير كتير وتعليقات كده عشان محمد وإياد. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل كبد وقوانص. تعالوا بقى على ما اقولكم على تريكات وحاجات حلوه قوي تعملوا بيها. طبعا زي ما احنا عارفين مع بعض، لما بنيجي نشتري كبد وقوانص بيبقى كله في قلب بعضه في الكيس. فهنعمل ايه؟ طبعا عشان القوانص بتاخد وقت في التسويه، بنقي الاول القوانص كلها كده على جنب، وتنقعها في شويه ميه وملح وليمونه، وبعد كده بقطعها. عايزه بقى تنضفيها قوي، هتجيبي مصفى وميه جاريه، لازم الحنفيه تفضل شغاله كده وفي المصفى، وتقعدي تغسلي عشان تصفي المية والوحشة والتراب. مفيش فيها تراب يا حبيبي. وبعد بقى خلاص بقى ما الميه كلها بتبصوا بتقعدوا تشطفوا مره واثنين وثلاثه، وهي بسم الله ما شاء الله اصلا كبد القوانص طازه. تقطعي شويه بصل حلوين كده وشويه زيت، وبعد ما البصلايه كده تدبل بنزل بكميه القوانص عشان تستوي بسرعة. لان القوانص بتاخد وقت عن الكبده. بسيبهم بقى اقلبهم مع بعض، تدمجوهم في بعض كده وتقلبي تشوحيهم في قلب بعض. انت قطعت القوانص وما قطعتش الكبدة. لسه هنقطع. حطي القوانص بالاول مع تستوي عشان تقعد كتير. عشان القوانص بتاخد وقت عن الكبده، معروف. ولازم يكون البصل ذهبي كده لونه حلو، لان كده هيتشوح مع الكبد والقوانص تاني يا جماعه. كده خلاص اسيبهم بقى يتقلبوا، وانت في نفس الوقت عامله ايه؟ عامله بقى تقطعي الكبده، وانت برضو نقعها في ليمون وشويه ملح عشان بس ايه؟ ريحه الزفاره. بصوا عملت ايه بقى جنب الكبد والقوانص؟ عملت رز حبه وحبه. احنا قلنا يعني ايه رز حبه وحبه يا محمد؟ يعني ايه؟ قلنا يعني بنمسك شويه رز نحمرهم الاول، وبعد ما يتحمروا يكونوا جاهزين ببقيه النص التاني بتاع الرز غاسلينه، ونحط شويه ملح ومكعب دجاج، صح يا اياد؟ صح. وننزل عليهم بشويه ايه؟ الرز اللي احنا حمرناه. وطبعا بنحط عيش برضو، اللي عايز ياكل برز بياكل، اللي عايز ياكل بعيش بياكل. ونعمل شويه سلطه خضراء كده زي ما انتم شايفين. خلاص بصوا الكبده خلاص استوت مع البصلايه. كل الوقت دوت البصلايه مع الكبده بيتحمروا مع بعض، بيستووا هنبتدي بقى ايه؟ ننزل بايه؟ بشويه فلفل. كام قرن فلفل حامي كده مع فلفل رومي، عملتهم في الكبه، خدت كميه حلوه منهم وسبت يجي معلقه كده عشان هحطها في السلطه الخضراء. هبتدي دلوقتي برضو اشوحهم كده، الفلفل مع الكبد والقوانص مع القوانص، مش عايزين نلخبطهم. عشان ايه؟ في ناس بتقعد تقول الكبده ضاعت في وسط القوانص، يعني استوت قوي، لانهم بينزلوا الاتنين مع بعض. فخلوا القوانص الاول عشان القوانص بتاخد وقت شويه، لكن الكبده بتستوي بسرعه. فخلاص كده شوحتهم خلاص الفلفل اهوت مع القوانص. وهبتدي بقى دلوقتي انزل بايه؟ بكميه الكبده. الكبده طبعا عاملين فيها ايه يا محمد؟ مقطعينها وقطعناها. هنحطها في المصفى برضو ميه جاريه، لازم نغسلها كويس قوي، وبعد كده تنزلي بيها. ولازم يكون في مصفايه كده عشان المصفى بتنزل كل حاجه كده. خلاص اهو زي ما انتم شايفين، وبسم الله ما شاء الله. نزلنا بالكبده اهوت، وتبتدي بقى تقلبي اهو كده بقى بين الكبده من القوانص. كده بقى الكبده ما بتاخدش وقت وبتستوي بسرعه. تنزلي بقى بكل البهار، بس البهار بقى ايه؟ خليه في الاخر. بعد كده ما تلاقي لون الكبده زي بقى لون القوانص كده استووا خالص، وتنزلي بقى بالبهار اللي عندك، بهارات مشكله، شويه كمون، ملح، وشويه ملح وفلفل اسمر، كمون. صح يا محمد؟ وتاني خلاص هنحط ايه تاني؟ كل البهار اللي انت عايزاه. بهارات الطعام، بهارات بطاطس. يلا محمد ابني بيحب البطاطس المحمره قوي. مش عارفه ايه دي، يصحى من النوم بيض وجبنه، لا انا عايز بطاطس محمره. لازم بطاطس ايه؟ صحيح يا محمد. ولازم تكون سخنه، خلي بالكم. بطاطس بارده لا، يعني مثلا لو بطاطس اتحمرت وتركنت دي لا. لو عايز بطاطس سخنه على طول من القلي على طول ياكلها. قولوا لي بقى ايه رايكم في التعليقات؟ محمد كده صح؟ مع ان حاجه على فكره، اكتبوا لنا في التعليقات كم واحد بيحب البطاطس. اياد اللي بيقول لكم، هما الاثنين قاعدين جنبي. اكتبوا لنا في التعليقات محمد هنا مين اللي بيحبنا؟ كل الناس بتحبك يا حبيبي.
حطينا كده الملح قولوا لي كده نعمل والبهارات. فيديوهات كده نطلع كلنا مع محمد وإياد كده وكلنا مع بعض. اكتبوا لي ايه رأيكم في التعليقات. في ناس كتير بصراحة طلبوا لو مني عايزين اصور في الشارع مش عارف ايه، بس بصراحة يعني حتة الشارع دي صعبة شوية. فبصراحة والله هي بتلح عليا كتير قوي، كل شوية تقول لي يا ام حنين صوري وانت خارجة وانت مش عارف ايه. بس بصراحة الموضوع يا جماعة حاسة انه صعب عليا شوية، مش عارفة. حاولت يعني كذا مرة وما بقدرش بصراحة، فيعني اعذروني اعذروني بجد، مش عارفة يعني. وعلى قد ما اقدر برضو هعمل لكم يعني اصور لكم في الشارع واجواء ان شاء الله رمضان والحاجات دي. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة. طبعا هنطلع زينة رمضان ونعلقها. هنعلقها ونشوف بقى الفروع اللي عندنا كده لسه شغالة اللي احنا عاينينها، والحاجة اللي مش شغالة ان شاء الله هنجيب بدل فوانيس. اي حد بص عايز عندنا كون فوانيس قد كده، هو برضو عايز فوانيس جديد. 11 فانوس. محمد بالذات لازم يكون عنده فانوس. صح يا محمد؟ قول لهم بقى ايه مين اللي بيعمل زي ويجيب فانوس جديد. محمد. هم؟ ربنا يخلي لنا اولادنا يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين، ويكون شهر خير وسعاده، وهو بيبقى احلى شهر في السنه كلها. يا رب كل السنه رمضان. يا ريت. مين اللي بيعرف يغني اغنيه رمضان؟ أنا. قول. رمضان كريم فتح علي 30 يوم فيه كانت سعادة. انا الله عدت رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن وسعادة. الله رمضان كريم فتح يا عليم كل 30 يوم فيها أنا وسعادة. الله عدت رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله سعادة. الله والله لا بجد حاجات حلوه. وهنبقى نصور لكم ايه لما الشارع يتعلق فيه الزينه، والزينه بقى بتقعد تخرفش كده وبتبقى يا بصوا بيبقى حاجات حلوه قوي اللي قوي. عايزنا انا ومحمد نعمل تمثيليه اكتبوا لنا في التعليقات. بصوا كده بقى بعمل ايه. تعالى بقى عشان ما نخرجوش عن الموضوع. خلاص الكبد والقوانص وحطينا البهارات بتستوي، نجيب البنجر ونجيب بقى نعمل سلطه الخضار. بصوا يا جماعه بعمل ايه بقى. بتحطي بصل. طبعا انا كنت عامله بصل في الكبه فحطيت معلقتين كده للسلطه. تحطي عليهم شويه خل، معلقه خل ما تكتريش، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، ليمونه، وتدمجيهم مع بعض كده وتركنيهم على جنب. وتقطعي بقى السلطه بتاعتك، البنجر بقى والخيار والطماطم والجزر، ولو عندك خس حطي على جرجير الخضره. وما اقولكوش بقى على الخضره الايام دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الخضره بسم الله جميله قوي 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 وكتيره كتيره يعني. جيبي ب5 جنيه دي كانك جبت نص الارض بتاعه الخضار. فاكرين في الصيف لما كل شويه نقول لكم ربطه الخضره عامله ازاي؟ يعني بص على قد ما تقدروا. الخضار كتير وخضار حلو. وبيبقى بصراحه حاجات حلوه وكل حاجه موجوده. يعني بصوا في السوق مش كلها قوي نعم. وزرعنا شبت وبقدونس في السوق بصراحه المنظر تحفه بجد. المنظر جميل. الخضار كتير والبسله وبصل اخضر وفول طلع يا جماعه. حاجات حلوه قوي قوي بجد يعني. فول اللي هو الفول الفلاح. اسمه فول مش عراقي فول حراتي. ما جبتيش ليه؟ ما هو لقيته ضخم كده ولسه في الاول، مش عارفه بقى يبقى مسكر ولا لا، مش عارفه. بحب الضخم ده. لا مش ضخم، اللي هو يعني ايه انا مش عارفه. رفيع. حتى حين قالت لا يا ماما ما تجيبيش دلوقتي. الحب الجاي ان شاء الله هجيب لك. الحب وحش مش عارفه مسكر ولا لا. المهم بس ما لقيتش حد واقف عليه مش عارفه ليه. الخيار المهم كده حطيت بقى الخياره والبنجر دي صحي قوي قوي على قد ما تقدري حطيه في الاكلات. بتعملي شفشق طماطم احدفي بنجراي، بتعملي سلطه احدفي بنجراي. على فكره ممكن تعملي سلطه بنجر بس بتسلقي البنجر نص سلقه كده وتبهريه، بتبقى سلطه حلوه قوي قوي بصراحه. سلطه البنجر دي جميله يعني. البنجر لما وتحطيه على الرمان وتحطيه على تحط على الميه البنجر بيدي لون. ده جميل. محمد كان بيحطه فين هو واياه؟ البنجر على وشنا لما كنا في الارض. راحوا يشتروا لي بنجر جنبنا الارض بتاعت ناس جنبنا بنجر وكرومب. بقى يشيلوا البنجر ويحطوه على وشهم وعلى ايديهم. واحنا هناك بندوق رحنا حطنا على وشنا. لقوا العيال بتوع اصحاب الارض يعني الاطفال حاطين بنجر على وشهم فعملوا زيهم. فلقيتهم عاملين زي عارف الناس متعورين الهنود. لا الهنود اللي بيقولوا اللي كنا عاملين زيهم. بيخبطوا عليا باب الشقه بفتح اترعبت. قلت ايه
قالوا عملنا بنجرايه في وشنا وفي ايدينا وكلوا ولسانهم احمر كل حاجه كانت حياتهم حمرا، بس بيطلع على فكره بسرعه. فعلى قد ما تقدروا اكلوا ولادكم بنجر كده. بقى خلصنا الاكل اهوت استوى. عملنا الرز، الرز بصوا حطينا طعمه ليمون. تحفه بجد. الاكله دي جميله، وقمرت عيش كده والسلطه والليمون المخلل، وده الكبد والقوانص. بصراحه اكله حلوه قوي قوي وجميله بصراحه. اهم حاجه متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يا احلى اخوات في الدنيا. وعايزين نعمل فيديوهات معاكم في رمضان ان شاء الله. هنعمل احلى فيديوهات معاكم. وقولوا لي ايه رايكم في التسجيل النهارده. الناس الرخمه اللي قاعده جنبي عمالين يتكلموا دول، انا قلت لهم ايه خروجوا عشان هسجل، برضو دخلوا وقعدوا يقولوا هنتكلم معاكي. قولوا له الضيوف دول حلوين كده على قلوبكم ولا ايه؟ صح. انا اصلا بحبهم، هم بيحبوني يعني، بشوف في التعليقات بس انا ما اعرفش هم مين اصلا. ربنا يا ربي كل الايام تبقى خير وبركه ويسعدكم يا رب اهم العالمين. حاجه ما تنسوش لو عايزين انا ومحمد نعمل تمثيليه اكتبوا لنا في التعليقات. يلا يا رب يكون بقى الفيديو عجبكم ويكون عند حسن ظنكم يا جماعه. متنسونيش باللايك والاشتراك. ويلا بقى كده ايه لايكات كتير عشان الفيديو يترفع، وشجعونا كده. ويا رب يوفقنا كلنا جميعا ويسعدنا ويكون شهر خير وسعاده علينا.